خويا حكيم مرحبا بك. عليك واحد المراه مسنه. مرحبا. اذا مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات الامن يدخل على خط هذا المسن هذه اللي جاوا من اجل التدخل بعد مكالمه هاتفيه من طرف هذا المواطن هذا اللي اتصل برجال الامن الوطني، وايضا اخبار السلطه المحليه بان هذه السيده هذه تائهه. فالامن ايضا دخل على الخط في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. إذن في هذه اللحظات كما كتشاهدوا معنا رجال الامن جاو عند هذه السيده هذه ودخلوا على الخط على وجه السرعه باش يديوها ويتعرفوا عليها العائله ديالها. سيدي مومن كتقول بانها كتسكن سيدي مومن. ماشي مشكل. ها يلا بعدا تاكلي شي حاجه معنا وديك واحد البصل كامله انا راه خاطر عليك. شكرا للعناصر الامن الوطني منطقه امن مولاي رشيد اللي غادي يدوها للدائره الامنيه من اجل التعرف على السيده هذه والتعرف على العائله ديالها بطبيعه الحال، لانها تائهه مسكينه. شوف المعامله، شوف رجال الامن. لا خليها فشكرا للمواطنين اللي اتصلوا بنا واتصلوا بالامن والسلطات المحليه بطبيعه الحال. شباب ديال ساكنه منطقه مولاي رشيد. شكرا لشباب مولاي رشيد، وايضا شكرا للامن الوطني اللي دخلوا على الخط من اجل انهم يديو السيده هذه للمنزل ديالها. تشوفوا المعامله. تحيه لرجال الامن، تحيه لرجال الامن. مزيان. تحيه خاصه للسلطه المحليه. فبرافو رجال الامن، برافو صراحه. فهم غيديو هذه المراه هذه. امين امولتي امين. كتواجدوا مشاهدينا الكرام بمنطقه مولاي رشيد. فالحمد لله كيقولوا الناس ان من المغرب وهي هنا. هذه جارانتيه بيد امين. قادر روح ايضا السلطه المحليه دخلت على الخط بطبيعه الحال. رجال السلطه المحليه والامن الوطني بمنطقه مولاي رشيد باش يدوز السيده هذه للمنزل ديالها والتعرف على المنزل ديالها. شكرا لهاد الناس هادو على المجهودات اللي كيقوموا بها. شكرا للامن الوطني، شكرا للامن. خويا حكيم مرحبا بك. نعم سيدي. خويا تفضل باش نقدروا نقربوا لنا شويه. نعم. هاد السيده هذه كيفاش تعرفتوا عليها؟ فين تلاقيتوها خويا؟ كانت مسكينه من المغرب وهي تايه. امراه مسنه مسكينه ما عرفاش، يعني حتى مره تقول لك انا في سيدي مومان، مره جيت عند السيده سميتها السعديه، مره تقول يعني الاسماء. انا السيده جايه ما غاديش يمكن لينا، ما يمكنش لينا التصريحات ديالها ولا الهضره ديالها ما يمكنش لنا ناخذهم بعين الاعتبار. الحمد لله بعد عناء طويل جات السلطه المحليه ورجال الامن مشكورين اللي قاموا بالمهمه. والله الا فكونا بالله، عرفتي كان واحد الثقل حمل كبير. اكيد طبيعه الحال. كيف كتقول مسكينه اكيد مرة كبيره مسكينه. مرة كبيره تقريبا شحال عندها من عام؟ اكثر من 90 سنه كتبان لي. كاينه 90 وتنعتقد بلا مسكينه بصراحه. تنعتقد بان ما وقيلا عندها هذاك البروبليم ديال عارف، ربما زهايمر، ربما سكننا على شي مرض، ربما حاليا العائله ديالها كيقلبوا عليها حتى هما. ليسونسيال. وبهذه المناسبه انا نهنئ الشعب المغربي كافه بحلول شهر رمضان المبارك،
ونتمنوا يا ربي يدخلوا علينا وعلى جميع آمين. المغاربه والمسلمين كافه اجمعين بالخير واليمن والبركات. ونتمنوا هذه المراه الحمد لله دابا راه هي بين هذه هي دي امنه بطبيعه الحال عند رجال الامن الوطني. ربي كبير وما حشمناش الحمد لله. توفقنا. شكرا. الحمد لله. شكرا لكم ايضا انتم كساكنه ديال لا، المنطقه، الحمد لله. تواصلتوا مع الاعلام وتواصلتوا مع السلطه بطبيعه الحال، تواصلنا مع الجميع وكل شيء حضر على وجه السرعه. حيت هذا هو الحل. ما أكيد. يمكنش كاين الاعلام وكاين مرة كبيره السلطة. مسكينه، مرة كبيره ما مسكينه. يمكنش لينا. الحمد لله طاحت في هذه البلاصه هذه كما كنقول. والحمد لله ضاعت بين يدينا. الحمد لله. شي اثنين اخرين راه ما غاديش يكون الامر، غيكون الامر صحيح. الحمد لله. فهمتيني ولا لا؟ والحمد لله حنا المغاربه معروفين الحمد لله. المراه الكبار حنا تنحترموا، حنا كبرنا تنبوسوا يدين ديال الكبار. الحمد لله. نحترموا الكبار واخا يظلمونا الكبار نبقاو ديما نحترموا. بالمناسبه كنحييك وكنقول لك رمضان مبارك كريم باسم طاقم جريده الوزير بويم اخويا حكيم. وشنو تبغي تقول للامن الوطني والسلطه المحليه اللي قاموا بهذه المجهودات الان؟ في اخر كلمه. اخر كلمه هو ما غادي ماشي تفاجئ، يعني هذاك السلوك الراقي ديال هذاك السيد هذاك الامني بكل صراحه تيحيى. حنايا راه عندنا بلاد وعندنا قانون وعندنا سلطات، والله يدير شي تاويل ديال الخير باش نبوزيسيونيو ونماركيو لا بريزونس ديالنا على شيل انترناسيونال ونكونوا حتى حنا من الدول الحضاريه المتميزه اللي تقدر تقول الكلمه ديالها امام. راك عارف حنايا تنتعرضوا لبعض التسجيلات والاستقبالات من طرف بعض الدول الجوار، والقضيه الوطنيه كتعرف تعرف القضايا اللي تتعرضوا لها. وتنتمنى خالصا ان في هذا العهد المحمدي ننتصر. شكرا. تحقق المآرب ديالنا. شكرا. شكرا.